ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي المتحف ومكانته العالمية. المتحف المصري الكبير مش مجرد مشروع مصري، ده مشروع دولي اتعاونت فيه مصر مع دول كتيرة. من ضمن الدول دي اليابان، اللي ساهمت بدعم مالي كبير وتمويل في التدريب والتكنولوجيا. اليابانيين شافوا ان المشروع ده مش بس متحف، ده مركز حضاري عالمي، وده اللي خلى المتحف ده ينضم لقائمة أكبر 5 متاحف على مستوى العالم قبل حتى ما يفتتح رسميا. اللي يزور المكان النهاردة قبل الافتتاح الكامل يحس ان مصر رجعت تقول للعالم احنا أصحاب أول حضارة، ولسه عندنا اللي يدهشكم اكتر بكتير. ودلوقتي بقى نتنقل مع بعض للنقطة اللي بعدها، وهي المتحف والرمزية العظيمة. اختيار موقع المتحف مش صدفة، المكان ده موجود في قلب منطقة الجيزة على بعد 2 كيلو بس من الأهرامات، في نفس الوقت قريب من الطريق الدائري والطريق الصحراوي، يعني الوصول ليه سهل لأي زائر سواء جاي من المطار أو جاي من أي محافظة. بس الأجمل من كده إن الموقع نفسه فيه رمزية قوية جدا، إنك وإنت واقف قدام المتحف بتشوف الماضي والمستقبل في نفس اللحظة. على يمينك الأهرامات بتحكي قصة أول حضارة، وعلى شمالك المتحف اللي بيحافظ على القصة دي للأجيال اللي جاية. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي الأرقام اللي بتحكي حجم المشروع. خليني أقول لك بعض الأرقام اللي ممكن تخليك تدرك ضخامة اللي بيتعمل النهاردة. مساحة الأرض الكلية 490 ألف متر مربع. عدد القطع الأثرية المتوقع عرضها أكتر من 100 ألف قطعة. تكلفة المشروع الإجمالية تقريبا أكتر من $1,000,000,000. عدد العمال والمهندسين والفنيين اللي اشتغلوا فيه على مدار السنين اللي فاتت أكتر من 10,000 عامل وفني. ده كله اتعمل وفقا لأعلى المعايير الأمان والتكنولوجيا في العالم كله. ودلوقتي بقى نتنقل مع بعض للنقطة اللي بعدها، وهي الهدف الحقيقي من المتحف. المتحف المصري الكبير مش معمول بس عشان يبقى تحفة معمارية أو مكان سياحي جديد، الهدف الحقيقي إنه يبقى رمز لاستعادة الهوية المصرية، وإن الأجيال الجديدة تشوف حضارتها مش من خلال كتب المدرسة، لكن تشوفها قدامها، تمشي بينها، تحس بيها، وتفتخر ان هي جزء من تاريخ عظيم بالشكل ده. المتحف مش هيكون بس مجرد مكان لعرض الماضي، ده هيبقى مساحة للتفاعل بين الماضي والحاضر وكمان المستقبل. ودلوقتي بقى نتنقل مع بعض للنقطة اللي بعدها، وهي كواليس التنفيذ. شغل سنين طويلة من غير توقف. المتحف المصري الكبير مش مشروع طلع فجأة، ده رحلة شغل اتبنت على مدار أكتر من 20 سنة، من أول ما بدأ الحفر في الأرض لحد ما اتشيدت الجدران العملاقة اللي شايفينها النهاردة. كل خطوة كانت بتتعمل بحساب وبصبر. التماثيل الضخمة كانت بتتنقل بأحدث الوسائل، الحجارة كانت بتتحط بعد اختيارات دقيقة عشان تستحمل السنين اللي جاية. التحديات ما كانتش سهلة خالص، انت بتتكلم عن مشروع بيتبني على أرض فيها آثار من آلاف السنين، يعني لازم كل حركة تكون محسوبة، وأي غلطة ممكن تبوظ حاجة ملهاش تمن. وفوق كل ده بيئة العمل نفسها بتكون محتاجة تجهيزات خاصة، لأن درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة كلها لازم تكون مظبوطة بدقة ميكروسكوبية عشان تحافظ على القطع الأثرية. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، نقل الكنوز. عملية كانت أشبه بمعجزة، واحدة من أعقد مراحل المشروع كانت نقل الآثار. تخيل انك بتنقل آلاف القطع اللي عمرها آلاف السنين من متحف التحرير أو من المخازن المنتشرة في المحافظات المختلفة، وتحطها في مكان واحد من غير ما تتكسر أو تتأثر أو حتى تتخدش خدش بسيط. ده اللي خلى عملية النقل تتحول لمشروع في حد ذاته. تم إنشاء ممرات خاصة جوه المتحف عشان تسهل حركة القطع التقيلة، واستخدموا أجهزة دقيقة جدا عشان يثبتوا التماثيل في أماكنها. وفي بعض الحالات كان بيتم بناء صندوق مناخي حوالين القطع الأثرية، يعني بيت صغير بدرجة حرارة وثبات معين، بحيث القطعة تفضل آمنة من أول ما تخرج لحد ما تتثبت في قاعة العرض بتاعتها. الناس اللي اشتغلت في المرحلة دي كانوا علماء مش عمال. كل قطعة كان معاها ملف في كل التفاصيل، وزنها،
عمرها، درجة تحملها، المواد اللي استخدمت في ترميمها، لدرجة ان بعض القطع كان بيتم رصدها بكاميرات حرارية على مدار الساعة.